مجهزة دلوقتي عشان أتمشى. كنت الفترة اللي فاتت محشورة في حاجة وكنت مخلصة طاقتي بصراحة. فحاجة إن أنا يعني أفك عن نفسي شوية وهجيب مراكز بس. لما بفكر في عمري ووجودنا في الدنيا بترعب. انا لسه ما جهزتش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه الامتحان ولا ذاكرت، ما اعرفش الورقه تتسحب امتى. عاوزه دايما افتكر هدف وجودنا، ما بقاش زي حد جه ومشي. عاوزه يكون لي اثر بعد موتي، اكون قدرت فعلا اعمل حاجه، ساعدت نفسي، ساعدت غيري، ويبقى لي عين اقف قدام ربنا. ما انكرش ان اغلب الوقت بكون مغيبه، بضيع اهم حاجه عندي اللي هو عمري ما هو الا سنين، سنين ما هي الا شهور، وهنفضل نقل لحد ما نوصل لدقيقه. ضيعت دقيقه فانا بخلص من رصيدي. هو انا بقالي 20 سنه، متوسط اعمار الناس بتاع 60، لو عشتهم وضمنت يعني انا ضيعت تلت عمري، غير ان ممكن يكون ده كل عمري اصلا. محتاجه اركز اكتر واجاوب على سؤال عن عمري فيما افناه. سألت نفسك أنت بتضيع وقتك فين؟ أو إيه قيمة عمرك من الأيام اللي فاتت؟ الوقت هو أكتر حاجة غالية موجودة معاك، لكن للأسف كتير مننا بيضيعوا ومش حاسين بأهميته. تخيل لو قلت لك إن أنا كل يوم هديك مبلغ معين من الفلوس، مبلغ كبير جدا، تقدر تتصرف الفلوس دي زي ما أنت عايز، بس أنا عندي شرط واحد بس، إنك مش هتقدر تشيل أي فلوس بكرة حاجة تديك نفس المبلغ تاني، بس برضه نفس الشرط مش هتقدر تشيل أي حاجة منه لليوم اللي بعده. تقدر تقولي لو أنت في السيتويشن ده هتعمل إيه؟ هتقولي ليه أكيد أنا لازم أستغل كل الفلوس اللي معايا دي واحاول اجيب بيها حاجات مفيده واحاول استغلها احسن استغلال، لان هي مش هترجع تاني. كذلك الوقت يومك فيه 24 ساعه بس، رقم كبير، بس هو مجرد ما عدى مش هتقدر ترجعه تاني، مش هتقدر تغير فيه اي حاجه، فاستغله على قد ما تقدر. الحقيقه الوقت اللي بيعدي مش هقدر ارجعه تاني. كل لحظه في حياتك هي فرصه مش هتتكرر، فرصه عشان تصنع فرق في حياتك، تطور نفسك، تبقى شخص ليك قيمه في الحياه، فرصه عشان تستعد للاخره وتوصل لاعلى درجات في الجنه. اعتبر ان عمرك كتاب وانت مؤلف الكتاب ده. لما تفتح كتابك حابب تلاقي فيه ايه، كل ده يتوقف عليك انت ويتوقف على اللي انت بتعمله دلوقتي واللي انت هتعمله في المستقبل. فكل يوم هو صفحه جديده، لكن الصفحه اللي فاتت مش هترجع تاني، الصفحه اللي جايه هي اللي فاتت. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ربنا عطانا كلنا الفرصه، لكن الاستخدام الصحيح للفرصه دي هو مسؤوليتك وبيعتمد عليك انت وبيعتمد على عملك اللي انت بتعمله. ما تنساش انك هتتحاسب عليه في النهايه. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. حاول تخلي كتابك له قيمه وتزود من قيمته. ان العمر والحياه دي هي وسيله وليست غايه. الغايه مش اللي احنا نعيشه، وسيله عشان تحقق اهدافك وتكبر وتنجح، وكمان طريق لازم تمشيه عشان تقدر توصل للجنه. حياتك عكسيه قوي في الغايه، ضيعت فرصتك في الحياه لان هي مره واحده. محدش فينا بيحس بقيمة الحاجة غير لما تتاخد منه، بس انت وقت الحياة ما تتاخد منك هتقدر ترجع تاني؟ للأسف. فكرة الحياة انها دار عمل بس مفيش جزاء، فكرة الآخرة انها دار جزاء بس مفيش عمل. فانت دلوقتي في وقت العمل المفروض لما تبقى في وقت العمل وما بتعملش حاجة أو بتضيع وقتك ده، الجزاء هيبقى بالنسبة لك كده. تيجي تفتح كتابك تلاقي صفحة فاضية ومفيهاش أي حاجة، تفتح الكتاب تلاقيها كله سوشيال ميديا، كله حاجات بتضيع وقتك وتفقد من عمرك، مفيش أي أهمية لعمرك. ما عملتش أي إنجاز في حياتك وما طورتش نفسك، مش قيمة لنفسك وما أثرتش في حياة حد تاني. افتكر دايما إن احنا جايين هنا عشان احنا خليفة الله في الأرض، احنا جايين عشان نأدي رسالة معينة وهي إعمار الأرض مما يتناسب ويتفق مع أوامر الله. ربنا سخر لك الدنيا عشان تقدر تستغلها بأحسن شكل عشان توصل للجنة في الآخر. بلاش تخلي الدنيا هي اللي تسيطر عليك وتستغلك في الآخر ما توصلش لهدفك، تيجي تشوف قيمة عمرك تلاقيه ولا حاجة. دايما بنشوف فيديوز عن تايم مانجمنت والحاجات دي كلها، لازم تاخد بالك منها، هي أهمية الوقت اللي انت بتحاول تديره أصلا. لو أدركت أهمية الوقت وما ضيعتوش هتقدر تديره بأحسن شكل. جرب تحدد أهدافك وتكتبها قدامك وتقسم الأهداف الكبيرة دي أهداف صغيرة ومحطات بعديها عشان أقدر أوصل للهدف الكبير. لازم تعمل إنجاز فظيع من أول يوم أو إنجاز كبير، الإنجاز الكبير مش هتحقق غير بالخطوات الصغيرة. كل
بتقول ان 80% من النتائج بتيجي من ال 20% من الجهد. فحاول تركز على اللي بيدي لعمرك اكبر قيمه ممكن. رتب وقتك حتى ينزل الله لك فيه البركة. رتب عملك، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. امسك ورقه وقلم واكتب ايه اهم الحاجات اللي انت المفروض تشتغل عليها خلال اليوم. ما تنساش تخصص وقت محدد لكل مهم. ما تنساش تدي فترات راحه لنفسك زي ما انا عندي دلوقتي. كنت محسوبه الفتره اللي فاتت بالظبط خلصت، فكنت محتاجه ان انا اعيد شحن من جديد. لو انت قررت تستغل وقتك بحكمه هتلاقي حياتك اتغيرت للاحسن بشكل. سيدنا محمد بيقول: اغتنم 5 قبل 5، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سفرك، وغناك قبل فقر، فراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. انت لسه في الحياه، استغلها احسن استغلال قبل ما تيجي تتسال عن عمري فيما افناه وتبقى الاجابه ولا حاجه، او تبقى الاجابه السوشيال ميديا، تبقى الاجابه كلام فاضي. حاول تحسن كتابك زي ما كتبت. وازن من شغلك وانك تروق على نفسك، وما تنساش هدفك الاساسي اللي انت موجود عشانه هو انك خليفه في الارض. حاول تستغل حياتك باحسن شكل ممكن. ركز على الحاجات اللي بتدي لعمرك قيمه، لان انت بتعمله دلوقتي هو اللي بيحدد شكل حياتك. كل لحظه وكل يوم هي فرصه انك تتغير وتطور من نفسك وتبقى احسن وتوصل لاهدافك. طالما انت شايف الفيديو ده فانت موجود، فانت لسه عندك فرصه انك تطور من نفسك، تبقى احسن، تبقى خير الخليفه في الارض. لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سواء لو سمحتي عاوزه شريط. لا شكرا. في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الواحد فينا مش بيحس بقيمة الحاجة غير لما تتاخد منه. مش هتحس بقيمة الصحة غير لما تبقى مش قادر تمارس يومك بشكل طبيعي من غير ما تاخد العلاج. مش هتحس بقيمة عمرك والوقت اللي بيضيع منك غير لما يتاخد منك، بس للأسف انت مش هتقدر ترجعه. الثلاث الصفحة الجاية لسه في ايدك، اكتب فيها حاجات مفيدة على قد ما تقدر وتزود من قيمتك. حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ان من قال سبحان الله وبحمده غرست له دخلة في الجنة. فتخيل ابسط استغلال لجزء من الدقيقة في يومك انك تقول سبحان الله وبحمده. فتخيل احنا ضيعنا نخلة قد ايه في الجنة. فابسط مثال استغلال الوقت انك تقول سبحان الله وبحمده، على الاقل وانت بتتمشى جرس لك نخلة في الجنة، مشيت واستمتعت في الدنيا وخليت فيه قيمة الوقت.